كيف حالك؟ الله يبارك فيك. في شاي؟ واحد شاي الله يبارك فيك. كيف حالك؟ الله يبارك فيك. تشتري حبيب؟ اشتري. هذه مواد الحريم، لبس حريم. جهاز جهاز شو؟ شيلة يعني، في أشياء للزواج. ها؟ بص عليه. بص عليه. بص عليه. افتحها. شوف ازاي. تفضل. الله يبارك فيك. هو فوق. طيب إن شاء الله. بس أنا عشان ما أفتحها قدام هذا، أنت تشتري ولا؟ يعني عشان أنا ما نحرج قدامهم، ممكن يشوفون تشوفها من هنا؟ بس انا مش معايا فلوس. ما عندي. ما أسمعك. ما عندي فلوس. هسات ما عندك قروش. طيب فيك تشوفها بس وسكرها، يعني عشان تاخذ فكرة بس. طيب انت تقدر تشتري ولا؟ انا ما معيش فلوس عشان اقدر اشتري هسه. لكن هي حلوه بس. ما اسمعك. هي حلوه جميله. طيب لا، بس انا عشان البنات ما يشوفونها، لان هذه غاليه. لا ما شاء الله. فيها كل شيء، يعني كل شيء ممكن الواحد يحتاجه. حلوه قوي. دي بكام هسه؟ انا اشتريتها وتورطت فيها، يعني هذه ظلت عندي ما اعرف كيف ابيعها ولا اعرف كيف امشيها، فقلت نشوف الشباب، لان الحريم اكيد عندهم في الشباب ممكن اللي يبي يشتري، اللي يبي يتزوج، يعني ممكن انا ابيعها بسعر احسن. بس هي المساله مين يشتري الحين؟ يعني صدقني انا ما معي قروش حتى اكل، يعني حتى الشاي الحين اللي طلبته هذا ممكن الحين حتى ما ادفع، بس انا لان الموضوع ابي ابيع، ابي بس اكل شيء، اشرب شيء. انا ما ابي احرجك اذا انت. خلاص يا عمي ما تشيلش هم حتى. الله يبارك فيك. انا مش جاي امد ايدي بس لا عشان. والله ربك زي يا عمي، كلنا بنمر بظروف كده. الحمد لله يعني هي ماشيه الامور. خير. انت شو اسمك بس؟ انا ما تعرفت عليك. معز. نعم يا معز. والشغل ماشي؟ ماشي الحمد لله. الحمد لله، الله يفتح لك. اللهم كله خير. على خير ان شاء الله. بس انت لا تفهمني غلط. لا والله مش فاهمه غلط. يعني هو كله خير، لكن اذا انت حاب تشتري انا بعتك، واذا ما حاب يعني والله هي يكفي حلوة. تعرفنا عليك. حلوه يعني بجد، ما اقول لك وحشه، لكن وقت الراهي مبلغ اني اشتري قول الحاجات دي ما يعني بس مواضيع كده خاشيه، لو صرفتها يعني يمكن اجي اخذها منك، لكن هسه حاليا يعني انت امورك زينه ولا صعبه نفس حالاتنا؟ والله يعني ماشي الحال الحمد لله، مستوره من ربنا ده يعني. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. الله يبارك فيك. انت عندك اهل تصرف عليهم ولا لوحدك؟ والدتي وعندي اخوان. انت مسؤول عنهم؟ لا عندي خالد جونيور. هو متزوج الوالده. هو طويل كده يعني الحمد لله. طيب اجيب لك حاجه تاكلها انت قلت ما فطرت. يمكن انت ما شايل معاك عشان. لا الحمد لله يا عمي، ما تقولش كده، مستوره والله. يا شباب السندوتشات وين؟ خلاص انا هروح وحصلت انا اجيب لك سندوتش وين؟ ما احرجك. اجيب لك الله يقول اجيب لك. مفترض كان تاكل حتى تشرب الشاي.
تجنب شريط الشاشه عشان تقدر تاكل بس. يا اخي بس هذا حراج والله. لا والله انا زي اخوك يا عم. الله يبارك فيك. بس انت عندك حق هذا رحت جبت؟ نعم. انت انا اجيب مع صاحبي. ها؟ اجيب مع اصحابي هنا في الجلسة. يعني انت هذا ما جبته من عندك؟ من عندي بس اصحابي معايا يعني بيجوا بعد شويه ما اعرف حد يلعب بالتليفون. يا اخي انا منحرج منك والله. لا والله عادي. انا ما اسمع ده صوتك. اكل يعني ما في حاجه وكله عادي يعني، لكن ده ما بزول بابا باكل. طيب انا ما رجعتش حاجيب لك ثاني. الله يبارك فيك. طيب انا بشو اساعدك يعني شو ارد لك الموضوع؟ يا عم والله الحمد لله، بس انت باكل كده واشرب الشاي الحمد لله. انت لهجتك شوي مصريه. وانت في مصر وجيت راية مشيت مصر. كنت في مصر. ايوه. طيب انت الحين لو تبي تشتري من عندي، لو انا عشان ما احرجك. شوف انا هسه حاليا في الوقت الراهن بقولش اني اشتري هذه الشنطه دي، ما عندي فلوس. طيب ليش ساعدتني اذا ما عندك قروش؟ لا عادي المساعدة، يعني أي حد بيساعدك، أي زول بيساعد الثاني، ما فيها حاجة. يعني ربنا أمرنا بكده بعدين. ونعم بالله. زول محتاج ده أنت تجيب معه زي إخوانك. طيب انت لو تشتري ليش راح تشتري؟ عشان نسوي يعني. عشان واحدة من العرس. انت خاطب خاطب يعني؟ والله العظيم هي في البنت. البنت موجودة؟ موجودة بس. ما شاء الله. شوية كده الوضع معصلي لكن بيسهل. معتز صح؟ معز. معز. هي تسهل ان شاء الله. لا تسهل ان شاء الله. يعني دي حاجة ربنا كاتبها لك انت، ما بكرة تفرج ان شاء الله احسن من الاول. يمكن الشنطة ذاته ما تبيعها ترجع بها. ممكن. صح، يمكن ما بيعها. يمكن ما تبيعها ترجع بها، الامور ان شاء الله بتسهل. ويمكن ما تكون لي هي من الاصل. ايوه اي حاجة قسمه ونصيب في الحياة. يعني شوف انا الانسان دائما يكون مؤمن بالقسمة. صدقت. القسمة دي في الدنيا دي اهم حاجة. الحمد لله. ونعم بالله. نعم. طيب يا معز. معز. ان شاء الله باكلهم، هذه باخذهم معي ان شاء الله باكلهم. بس انا اشكرك ان انت ساعدتني. لا ما فيش مشكلة يا عم. يعني انت الحين لو تبي تتزوج محتاج نفس الشنطة ولا اكثر بعد؟ يعني الواحد عشان يجمع عشان يشتري. يعني هي كلفت لكن كله خير، يعني باع لي اياها بمبلغ كبير. لو جيت ابيعها ما اعرف كم تجيب اصلا الحين. كله خير. كله خير ان شاء الله. طيب يا معز، عادل عمر صحيح؟ ايوه. انا ما اجيتك عشان افطر معك. ايوه. انا جيت عشان ناكل ان شاء الله مع بعض في عرسك. يا عم ان شاء الله. ان شاء الله اذا الله كتب لك ان شاء الله. اسرع وقت. ان شاء الله. تبقى تشرفنا والله. طيب هذه الشنطة صارت من نصيبك يا معز. كيف يعني من نصيبي؟ هذه حقتك انت وداير لا. تبيعها لانك محتاج. لا انا ما داير ابيعها ولا محتاج. انا داير بس افرحك والله، هذه شيلة كاملة لعرسك. صاحبك اللي جابك هني كان يبي يساعدك ان انت تتزوج. يا راجل شوف الشكل. والله العظيم. واحنا عارفين ان عرسك متوقف على موضوع الشيلة وموضوع فصارت من نصيبك. يا راجل بهزر. لا والله هذا نصيبك. وانا صار الشاي والسندويش من نصيبي. انا اعرف في مرة واحد قال لي ان الامور مهما كانت ضخمة لو جزيناها او بسطناها لاشياء ممكن تنحل وتكون اسهل. فهو العرس يمكن احنا نشوفه كبير لكن شوي شوي تسهل. فهذه الشيلة الحين تساعدك ان شاء الله ان انت تتزوج. وفي عندي هدية لك. تفضل. هذا هدية الزواج. هذا مبلغ عشان تتزوج فيه على طول والله. يلا نبي نفرح في عرسك. والله هذا نصيبك. يعني ما اعرف والله هذا نصيبك. الله يكتب لك الخير. والله نصيبك خلاص. يا عم كنت بتهزر ولا شنو؟ والله ما هزر.
طب وين هو؟ والله نصيبك هذا خلاص، يوم تروح تجهز عرسك وإن شاء الله نفرح معاك. عمي تتهزر اللي جاب والله جاد، الله يكتب لك الخير، الله يكتب لك الخير. والله الخير في وجودك انت يا عم. الله يبارك فيك، يعطيك العافية. أنا أشكرك، الله يعطيك العافية. يعني والله جد، يلا شكرا. الناس رايح للناس. فين يا عم؟ أنا رايح خلاص، لا يا عم خلصت دوري، والله خلصت دوري معايا. إن شاء الله. طيب أنا راح أشرح لك اللي راح يصير إن شاء الله. أول ما تبدأ أنت العرس إن شاء الله في 50 واحد إن شاء الله راح يتزوجون معك. أنا راح أسوي عرس جماعي كامل وأنت أول واحد في العرس إن شاء الله. إذا لحقنا عليك أنت ما تزوجت الحين إن شاء الله تدخل معنا في العرس الجماعي، وإذا ما لحقنا عليك فهو نصيبك. يلا مبروك، والناس للناس. والله لك كثير قوي. هذا توفيق، الحمد لله، توفيق من رب العالمين. الحمد لله. توفيق، واحنا ان شاء الله راح نساعدك في دوامك ان شاء الله، ممكن نشوف لك دوام ثاني. الله يبارك فيك، شكرا، يعطيك العافيه. طيب رقمك عشان اقدر اعزمك على عرس. طيب ان شاء الله بعطيك اياه. يلا روح فرحها، روح فرحها، روح فرح الوالده. صاحبي جاييني. صاحبك خلاص ما راح يجي. ليه؟ صاحبك اذا يجي راح يوصلك خلاص، هو اللي ضبط لنا، هو اللي جابك هنا عشان نفرح معك. يلا استنى لما نلقاه بقى. الله يعطيك العافيه، شكرا ان شاء الله. وانت بعد، الناس للناس، والدنيا بخير، الدنيا بخير. شكرا وانا اشكرك، يعطيك العافيه، مع السلامه.